ساعات الموضوعيه في البرنامج ده بتكون اهم بكتير من برامج على التلفزيون. يعني انا لو اتعاملت مع ماتش المحله بموضوعيه اكيد هعرف اكمل الحلقه لاخرها، بس لو اتعاملت مع الماتش بتاع المحله كمشجع ده لعب بصراحه يعني. النهارده في الكوره لونها اصفر هنغير شويه. لو لسه متضايق من مباراه المحله فاحنا عندنا تجديد، مش هنتكلم عن ايجابيات، مش هنتكلم عن سلبيات، ومش هنتكلم عن ماتش واحد، لا احنا هنتكلم عن ماتشين في حلقه واحده. التشكيل الاساسي كان متوقع في ظل توفر كل العناصر الاساسيه او اغلبهم. بعد فتره راحه طويله مش هنختلف على ان التشكيل ده هو يعتبر الاساسي بتاع السيد خالد القماش وقاده لكذا فوز قبل كده، وما كانش باقي الا ان السيد خالد القماش يحول الدفعه المعنويه الجماهيريه اللي كانت من يومين في الاستاد دي للعيبه ويدخلهم من اول المباراه يخلصوا ويفنشوا في السريع. شفت الموضوع بسيط خالص، بسيط يعني. الاسماعيلي بوابته للمربع الذهبي ببساطه المحله متزايل الدوري، فببساطه كان متوقع ان اللعيبه المرتاحه تلعب ببساطه بدون اي اعتبارات، وهدف في اول 10 دقايق بصراحه كان بره التوقعات، وبره التوقعات اكتر ان اللي عامل الاسيست بتاع الجول بالشكل ده ايمانويل بناهيني. انت بتتكلم جد؟ ومع كل دقيقه في المباراه الاولى كانت الاجابات بتاعتنا بتزيد وبتفكرنا بذكريات المباريات الجميله كلها في الموسم ده. فالهجمه منظمه بتؤدي للجمله الفنيه المحفوظه اللي بتطبق بالحرف وبالملي، عليهم استغلال الفرص وفوقهم الرؤيه السليمه لنص الملعب، وجول بناهيني مستحيل، هذا لا يحدث كل يوم. مش محتاج كلام وشرح كتير علشان تعرف ان المباراه الاولى بيننا وبين غزل المحله ما بين توهانهم الدفاعي وعصبيتهم الزايده على عمر الوحش، كان في ايه عاجبهم في عمر الوحش في الماتش ده كانوا عايزين يكسروه مش عارف انا، وما بين تركيز معظم لاعبتنا ان هم يخلصوا المباراه بدري وضغط على قله المستوى من اللعيبه الثانيه. كانت المباراه الاولى بكل بساطه لازم تنتهي بالنتيجه اللي انتهت بيها 2-0، خصوصا بعد شويه لقطات بالمنظر ده. ما هو لما مفيش حد في الهجوم والدفاع مش مغطي ورا، امال غزل المحله فين؟ لسه ما نزلش يلعب؟ في الشوط الثاني قصدي في الماتش الثاني المحله نزل يلعب على ارضه والاسماعيلي ما جاش من الاسماعيليه. دي فرصه خطره انقذتها العارضه من عمر الوحش، ركز فيها شوفها كويس. ملوا عينيكم منه عشان هيوحشكم، مش هتشوفوه تاني. مش هتشوفه تاني علشان المحله بدأ من الدقيقه الاولى يضرب الكل بالكل ويهجم بكل طاقته، ولا علشان بس سمير كمونه تغييراته كانت فعاله وسريعه بمجرد ما لقى فريقه ضايع في الملعب ومحتاج ترابط بنزول مصطفى كلوشه ومهدي صبحي، بس عشان شويه حاجات تانيه احنا او اشباحنا عملوها في نفسهم. الحاجة الأولى سرحان الدفاع. ما اعتقدش أبدا إن في أي حد من لعيبة دفاعنا شاف اللي عمله دفاع المحلة في نفسه واتعظ، لأن اللقطات اللي جاية دي كوبي من اللي عمله دفاع المحلة في نفسه. الكرة كانت في اللعب غريبة جدا، عجيبة جدا. ده محمد صبحي كان واقف، ده حاجة غريبة جدا يعني. مش ممكن اللعبة اللي فاتت دي كانت في اللعب والكل واقف كده وكأن على رؤوسهم الطير. الحاجة التانية مروان محسن فص ملح وداب، واحنا متأخرين وفاضل دقيقتين على الماتش وكرة زي دي ما يبقاش في كدرها مروان محسن، فده مش بس يطلع من المنتخب، ده يطلع من الهدوم. والحاجة الثالثة أكيد هتكون التحول من الجمل الفنية والحركة الفعالة بدون كورة للتصرف الغريب ده. حسن الحظ مرة تانية القيصر، حسني عبد ربه ناحية اليمين، مروان محسن على حدود المنطقة بالمثل اللي ترد علينا بجول على فكرة. علشان الحاجة الرابعة تبقى إضافة للسؤال بتاع هو لو كان باصة صح في الكرة اللي فاتت دي كان حصل إيه؟ كام سؤال تاني زي هو حسني عبد ربه نزل يلعب إيه؟ خط وسط مدافع؟ طب لو هو نزل يلعب خط وسط مدافع إيه لازمة نزول عماد حمدي؟ طب لما هو مروان محسن بيلعب ال90 دقيقة بيلعبهم ليه وهو في أسوأ أيامه؟ طب وهو لما حسني عبد ربه أساسا مش نازل يلعب مدافع ونازل يلعب مهاجم ليه نزل إبراهيم حسن؟ طب بناهيني غلط في إيه؟ واضح من الفيديو لغايه دلوقتي اني ما زلت مش مصدق ان اللي لعبوا الشوط الاولاني هم اللي لعبوا الشوط الثاني قدام غزل المحله، وان اللي اتعامل معاهم نفسيا وحضرهم للمباراه في الشوط الاولاني غير اللي غير لهم التغييرات بتاعه الشوط الثاني. عشان كده حاولت اقوم نفسي ان احنا لعبنا ماتشين مش ماتش واحد، بس الواقع بيقول اننا لعبنا ماتش واحد.
اقل واحد اخطاء في رايي كان بناهيني، بس ده ما يمنعش ابدا ان المباراه دي جهجهوني، ملهاش رجل مباراه، ملهاش تقسيمه، ملهاش معايير تتقاس عليها. يمكن هي ما كانتش حلقه معتاده زي ما انت متعود ان انا بعمل بعد كل مباراه، ويمكن انت تكون شايفها ملهاش لازمه، بس انا هضمها لمجموعه الفيديوهات اللي قلت فيها رايي صرف من غير ما التزم باي استراكشر علشان ما انفجرش. كنت هسال حضراتكم سؤال في نهايه الحلقه، بس عايز اوجه كلمه اخيره في الفيديو ده للعيبه، لاني بصراحه حاسس ان المدرب عارف هو غلط في ايه، وعارف ان الغلط اتكرر، ومش عايز اخش في نظريات مؤامره بصراحه. فبالنسبه للعيبه، بصوا يا شباب، في ناس بيتفرجوا عليكم لمده 90 دقيقه مثلا مره كل اسبوع او مره كل 3 4 شهور، وبالنسبه لهم الاسماعيلي مجرد مباراه وخلاص. على راسي، على عيني وراسي والله. بس في ناس تانية متاخد منها الفرحه، متاخد منها ادنى حقوق البني ادمين بتاعت كل يوم، معهمش فلوس، معهمش وقت، وكل اللي معاهم صحه بتقل يوم بعد التاني من ضغط الحياه عليهم. انتوا عارفين ان الناس دي لو هم اسماعيلاويه انتوا مصدر الترفيه الوحيد في حياتهم، اللي مجبر على وضع يعيش فيه، واللي مش عارف يعيش من الاساس، واللي بيشوف كل يوم بعد التاني حلمه بيتبخر لان ايده قصيره. دول بيستنوكم من الماتش للتاني علشان ينسوا فرجتهم عليكم كل حاجه وحشه اتحطوا فيها مش بايديهم، والله ما بايديهم. فارجوكم حسوا بيهم شويه، انتوا شفتوهم في الملعب من يومين، وقدروا ان هم بيستخدموا 90 دقيقه اللي بيتفرجوا فيها عليكم علشان يخرجوا من اوضاع كتيره جدا الدنيا افرضتها عليهم. فما تخلوش بقى ال 90 دقيقه دي شبه ايام كتيره هم قربوا يتمنوا الموت من كتر ما هم عايشين فيها كل يوم. وربنا يجمعنا على حب الاسماعيلي.